خرج علينا بيان من القوات المسلحة يبرد شوية من نارنا، وبالرغم ان البيان أذيع على كثير من القنوات الفضائية، لكن أنا حابة اني أذيعه تاني في البرنامج علشان نحس ان احنا بنشفي غلنا من أعداء الوطن وأعداء الإنسانية. تعالوا نشوف البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة. شعب مصر الأبي، نتيجة لأعمال التمشيط والملاحقات من عناصر القوات المسلحة للعناصر الإجرامية والإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية الإرهابية الخسيسة، وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أهالي سيناء تفيد بمناطق الإيواء وإعادة التمركز لمجموعات من العناصر التكفيرية المسلحة من المتورطين في التخطيط والتنفيذ والدعم للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط الارتكاز الأمني أمس بسيناء، وثأرا لدماء الشهداء أقلعت عدة تشكيلات من قواتنا الجوية فجر اليوم السبت الموافق 15 من أكتوبر 2016 لاستطلاع مناطق الأهداف وتأكيد إحداثياتها وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة 3 ساعات كاملة، أسفرت عن تدمير مناطق تمركز وإيواء العناصر الإرهابية، وكذلك نقاط تجميع الأسلحة والذخائر التي تستخدمها تلك العناصر، وتدمير 7 عربات دفع رباعي تدميرا كاملا. كما تم قتل عدد من العناصر التكفيرية التي قامت بعملياتها الإجرامية والعناصر المعاونة لها، وما زالت الأعمال مستمرة حتى الآن. وإذ تؤكد القوات المسلحة أنها وبمساندة شعبها العظيم عازمة على القضاء على العناصر التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، ولن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن القيام بواجبها المقدس في تأمين وحماية الشعب مهما بلغت الصعوبات ومهما عظمت التضحيات. عاشت مصر حرة أبية مستقرة، وحفظ الله شعبها العظيم من كل مكروه وسوء. بجد ربنا يحمي جيش بلدي، وحقيقي أنا نفسي أذيعه مرات ومرات، وكل مرة أذيعه أحس فيها بعظمة وقيمة الجيش المصري اللي بيدور على حق أخوه وبياخد بطاره من الخونة اللي غدروا بيه، وبيحسسنا قد إيه إن المصري أصيل